فاسقون. إخوة الإيمان، الله سبحانه وتعالى وضع شروطا للتمكين في الأرض، وضع شروطا لاستخلاف هذه الأمة، وضع شروطا ليستبدل خوف هذه الأمة أمنا، عددها ربنا جل وعلا في هذه الآية التي سمعتم. وفي استكمال لخطب سابقة لأتكلم في خطبتي هذه عن شروط الاستخلاف للمؤمنين في هذه الأرض، فقال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم. فأول شروط الاستخلاف عباد الله هو الإيمان، ولم يقل وعد الله الذين أسلموا منكم، لأن الإسلام كلمة سهلة على اللسان، أما الإيمان فهو قول باللسان وتصديق بالجنان والعمل بالأركان. وما أسهل أن يقول المرء لا إله إلا الله محمد رسول الله فيصبح بذلك مسلما إن اعتقد ذلك بقلبه. لكن ما أصعب وما أشق على النفوس أن تلتزم بأركان هذا الإسلام وتلتزم بما جاء بهذه الأركان كالصلاة مثلا، وما جاء بعد الصلاة كقوله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالصلاة عباد الله التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تحقق شيئا لصاحبها، ربما إلا أن يسقط عن نفسه إثم تأخير الفريضة. لذلك يقول الحبيب الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله تعالى إلا بعدا. لذلك قال الله تعالى في كل آيات الكتاب العظيم وهو يحضنا على إقامة فرض الصلاة، قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فكان يذكر هذه الفريضة مع قوله تعالى: أقيموا، فليس الأمر مجرد صلاة عباد الله، وإنما الأمر أمر إقامة الصلاة. أما عندما ذم من لم تنههم صلاتهم عن الفحشاء والمنكر قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ولم يقل فويل للمقيم الصلاة، لأن الصلاة عباد الله شيء وإقامة الصلاة شيء آخر. الصلاة أيها الإخوة أن يقوم العبد بهذه الحركات
التي تعلمها فيركع لله ويسجد لله ثم لا تحدث الصلاة في قلبه شيئا. وأما إقامة الصلاة فهو إقامة ركن من أركان الإسلام متمثلا بأداء حق العبودية لله عز وجل، مؤتمرا صاحب هذه الصلاة بالأوامر منتهيا عن النواهي، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وقاف عند حدود الله عز وجل، لا يبالي بسخط الناس أو رضاهم، لا يبالي بسخط الناس أو رضاهم، إنما دأبه أن يرضي الله عز وجل لا أن يرضي البشر. سواء عجب هذا الحاكم بيت عمره ما يعجبه، المهم أن نرضي الله تعالى لا أن نرضي البشر. ننتظر بالساعة لقاء الله عز وجل، نترجم ذلك بأننا نحن إلى الله تعالى في كل يوم 5 مرات، فيعرج بقلبه إلى قيوم السماء والأرض. هذه هي عباد الله فريضة إقامة الصلاة. هذا ما أثنى عليه الله عز وجل في محكم كتابه. الصيام مثلا أيها الإخوة، يقول صلى الله تعالى عليه وسلم: من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحج مثلا، قال صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث، أو من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أيها الإخوة، إلى غير ذلك، أما أن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ونعد بعد ذلك على تعداد المسلمين، فهذا أمر سهل، لكنهم عباد الله لا يحدثون في العالم شيئا، وثلة قليلة من الرجال الأطهار الأفذاذ، فالمجاهدين في فلسطين، والمجاهدين في الشيشان، والمجاهدين في أفغانستان، والمجاهدين في كل قطر وبلدة إسلامية تحارب اليوم بمجرد أنها تذعن بالولاء لله عز وجل، لا لأمريكا ولا لروسيا، تذعن بالولاء عز وجل، لا للملعون روسيا ولا للملعون أمريكا. فالروسي متدخل والأمريكي متدخل في شؤوننا، وهما سيان، هما من يدعم الكيان الصهيوني، ومن يضع يده في يد أحدهما فهو مشارك في الاعتداء على الأمة وفي دعم الكيان الصهيوني. هذه الثلة إخوة الإيمان من الرجال ترتعد لها فرائص أمريكا وروسيا والكيان الصهيوني. لماذا؟ لأنهم عاشوا الإسلام سلوكا. اليوم بيسموهم إرهابيين وتكفيريين. كل من يريد أن يعيش الإسلام سلوكا ومنهجا، ونسي أولئك الذين يقولون هذا الكلام أن كتبهم تزخر باللعن والشتم والطعن وتكفير فلان وفلان. فنحن أمة لا تلعن ولا تطعن ولا تكفر، فمن هو التكفيري ومن هو الإرهابي؟ لأنهم إخوة الإيمان
يريدون أن يعيشوا الإسلام سلوكا، ولم يكتف أحدهم بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم ينام عن فريضة الجهاد في سبيل الله. أيها الإخوة، ولكي لا أطيل، ثم نسأل سؤالا: لماذا لا يمكن الله تعالى لهذه الأمة في الأرض؟ هذا السؤال كل إنسان عم يسأل. ليش اليهودي أقوى مني؟ وليش الأمريكي أقوى مني؟ وليش الأوروبي أقوى مني؟ ولماذا أنا كعربي وكمسلم لأنه أنا عربي ذليل قبل الإسلام. الإسلام من أعزني وليس العروبة من أعزتني، إنما عندما تخليت عن إسلامي أذلني الله تعالى فركبت علينا هذه الأمم. لماذا أيها الإخوة لا يمكن الله تعالى لنا في هذه الأرض؟ فلنرجع أيها الإخوة إلى الشروط التي ذكرت في هذه الآية التي افتتحت بها خطبتي. والله يا إخوان، الله تعالى ما ظلمنا، والله ربنا سبحانه وتعالى يعاملنا على ما نحن عليه اليوم باللطف والرحمة. وعد الله الذين آمنوا منكم، مش الأسلموا باللسان، آمنوا منكم. أين صفة الإيمان؟ إذا أردنا أيها الإخوة أن نحصي صفات المؤمنين في القرآن يزيد عددها على 25 صفة، 25 صفة ويزيد. مثلا: قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم عم يفكروا بالدنيا، عم يفكروا هل المصريات زادوا ولا لا، عم يفكروا شو بدي أعمل، بس اطلع من الجامع بلعب وراء، قصد الشيخ طول، راح علينا تأخرنا، راحت علينا لعبة الوراء، أو راح علينا المسلسل الفلاني، كأنه بدنا نقعد بالجامع ونطلع بسرعة. الذين هم في صلاتهم خاشعون، ما بيفكروا بأمور الدنيا، إنما يخشعون لله سبحانه وتعالى. والذين هم عن اللغو معرضون، وما أكثر هذا في أمة محمد اليوم، عندما يتكلمون أو يشغلون أوقاتهم باللغو من الكلام. والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة ممتنعون. والذين هم شو؟ للزكاة ممتنعون ولا شو؟ ولا فاعلون؟ نحن اليوم لماذا نمتنع عن أداء هذه الفريضة؟ والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. أعطي مثال آخر. قال تعالى: يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وفرقوا بين المسلمين. هذا حال الأمة اليوم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لكل من يسعى بالفرقة والفتنة والافتراء ونقل الكلام والنميمة والغيبة، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. شو عم نصلي نحن؟ لماذا نصلي وصلاتنا لا تنهانا عن المنكر ولا عن الفحشاء؟ لماذا نحن عم نصلي؟ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت
قلوبهم. ماذا يحدث ذكر الله في نفوس الأمة اليوم؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون. أين التوكل على الله اليوم؟ الأمة العربية إخوة الإيمان اليوم تتوكل على أمريكا وروسيا وتنسى الله تعالى، بل وتعتز بهما إلا من رحم ربي وهم قلة مؤمنة فقط. حكامنا ما لهم علاقة بهذا الكلام. حكامنا مستحيل أن يكون عندنا حاكم عربي لا يعتز لا بأمريكا ولا بروسيا، مستحيل. وكأن النصر يأتي من هؤلاء. النصر سيأتي من الله عندما نطبق شروط الاستخلاف في هذه الأرض، وإلا سنبقى غثاء كغثاء السيل تتكالب علينا الأمم من كل حدب وكل صوب. أيها الإخوة، أمتنا اليوم نائمة رغم صحوة البعض، ولكن يصدق فينا قول الشاعر: عقول القوم في القدم فلا تسأل عن القيم ولا تسأل عن الآداب، فهي بذمة العدم. ولا تسأل عن الثارات والغارات والهمم، ولا تسأل عن الأقصى ولا عن حرمة الحرم. جهارا كلها وئدت ومات الحس بالندم. وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا أول شرط، وعملوا الصالحات، هذا الشرط الثاني. أتوقف هنا لأكمل في الخطبة القادمة إن شاء الله عن الشرط الثاني لاستخلاف هذه الأمة في الأرض. وعملوا الصالحات إن أحياني الله عز وجل وإن كنت في عداد الأموات، فأسأل الله تعالى أن يرحمنا، وأسأل الله تعالى أن يغفر لنا، وأسأل الله تعالى أن يتوب علينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ويا فوز المستغفرين، أستغفر الله. الحمد لله حمدا لا يبيد، وأشهد أن لا إله إلا الله إله أقرب إلينا من حبل الوريد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله سيد الأحرار والعبيد. عباد الله، اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واعلموا عباد الله أن الله تعالى صلى على نبيكم قديما ولم يزل تعظيما وتشريفا وتقديرا. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والآل والتابعين ومن تبعهم منهم بإحسان إلى يوم الدين وخاف يوم الوعيد. أيها الإخوة، عين على سوريا وعين على فلسطين، والقلب على الأمة يعتصر ألمه. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على ما آل إليه حال الأمة اليوم لمحزونون. اللهم الطف بعبادك الصالحين يا رب العالمين. اللهم الطف بعبادك المؤمنين يا الله. اللهم انصر دينك. اللهم انصر عبادك المخلصين والمجاهدين يا رب العالمين. اللهم أرنا عجائب بقدرتك بكل الظالمين يا جبار السماوات والأرض. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم المبارك أن ترفع عنا البلاء الذي نزل بأمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، نجنا من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال، ومن شر فتنة النساء يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. نسألك يا الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، نسألك الفردوس الأعلى مع الحبيب الأعظم صلى الله تعالى عليه وسلم، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لكل من أساء إلينا، واغفر لكل من أسأنا إليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لكل من وقف معنا، ولكل من نصحنا، ولكل من أرشدنا، ولكل من كان له فضل علينا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك وكرمك يا مولانا، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.